السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتك قناة عالم الظل. في الفيديو اللي فات وخاصة بعد شرح أخطر 5 هجمات سيبرانية في التاريخ، واحد من أصحابي قال لي: يا عم أنت بتشرح ليه حاجات معقدة كده؟ ما تشرح حاجة الناس كلها تفهمها. أنا مالي ومال الديب ويب والدارك ويب والأمن السيبراني ده. فحاولت أشرح له إن ولادنا في خطر. يمكن إحنا جيل قديم شوية، لكن ولادنا هيواجهوا صعوبات ومشاكل كتير جدا. يمكن لما يعرفوا مننا احنا الكلام ده يعرفوا يحموا نفسهم. وعرفت ان الامن السيبراني ده مش مهم انك تكون صاحب شركة او مؤسسة علشان تعرف عنه حاجة. بعدها قررت اني ابدأ شرح مبسط للناس علشان اعرفهم ايه هو الامن السيبراني، وحبيت اعرف الناس يعني ايه امن سيبراني. وكلمة سيبراني لوحدها تعني كل ما يتعلق بالفضاء الالكتروني او الشبكات والانترنت، والمصطلح بيشمل كل الأجهزة والبرامج والشبكات والبيانات اللي بتوجد في الفضاء ده. والأمن السيبراني ده هو الأمن اللي بيحمي الإنترنت والكمبيوتر، ومعناه حماية المعلومات والأنظمة من الهجمات السيبرانية أو الفيروسات اللي بتأثر على الإنترنت والأجهزة اللي بنستخدمها. طب نقوله بمعنى تاني؟ بمعنى أبسط، هو اللي بيخلي الإنترنت والكمبيوتر بيبقوا في أمان، ومحدش يقدر يسرق أو يغير أو يكسر معلوماتك. طيب أنا شخص غلبان ومعنديش حاجة تتسرق أو أخاف عليها. اعرف بقى حاجة معينة بالنسبة للناس دي بالذات. حابب أقولك إن مش معنى إن أنت شخص غلبان تبقى مش هتتسرق أو تليفونك مش هيخترق. لا، فتح مخك معايا. تليفونك ممكن يكون ما يهمكش، لكن ممكن يكون يهم ناس تانية نفوسهم ضعيفة. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا، انت عايش في مجتمع اغلب الناس فيه تقريبا مرضى نفسيين بيحاولوا يرضوا رغباتهم على حساب الاخرين. يعني ايه؟ يعني ممكن شاب مثلا يكون في شارعك يحاول يخترق تليفونك لمجرد ان انت عندك بنت مثلا شكلها حلو وهو عايز صورها على تليفونه، او ممكن يكون فاكرك صاحب ملايين وعايز ارقام حساباتك علشان انت شخص عفوي ويقدر يجيب عنك حاجات كتير. او ممكن يكون ابنك ضربه في الطريق وهو حب يجيب عنك معلومات من على تليفونك علشان يشوه بيها منظر ابنك او صورة امه او اخته، زي اغلب الحوادث اللي بتتم في مجتمعنا حاليا. طيب الكلام ده لو قلته برضه قدام صاحبي هو هيقول لي برضه ماليش دعوة بالحاجات دي، انا مالي ومال الامن السيبراني ده اصلا. للعلم بقى صاحبي ده نفسه وكل اللي زيه مشاكل تليفوناتهم واجهزتهم كتير جدا، بس للأسف مفيش حد منهم بيتعلم من أخطائه. طيب لو انت بقى من المهتمين ازاي ده بيحصل، عايزك تركز معايا حاجة قليلة جدا، وتعالى معايا اقولك الناس دي بتجيبك ازاي، او ممكن تدخل على تليفونك او جهازك ازاي. مش كل واحد عايز يخترق تليفونك او جهاز كمبيوتر بتاعك بيجيب اكواد معقدة. الاكواد دي مثلا تكون صعبة جدا في انها تتجاب، او محدش يعرف يعملها غير عدد قليل من الناس. لا، الوضع دلوقتي اختلف. بقى عندنا حاجة اسمها الاي اي، واللي ما يعرفش الاي اي هو الذكاء الاصطناعي. ده هو عبارة بالظبط يا سيدي عن خدامتك فتحية بس على الكتروني. ابسطها لك كمان، يعني لو عايز تعمل كود برمجي معين ومش عايز تتعب نفسك في حاجة، بتنده على خدامتك فتحية بتقول لها اعملي لي كود الكتروني اعرف اخترق بيه كذا. تمام، ده مكان كوبايه الشاي. بتيجي خدامتك فتحيه جايبه لك الكود وحرفيا بنفس الطريقه اللي انت جهزت بيها الوصف وكل حاجه تمام. طب ده شيء جميل، ده شيء جميل بالنسبه لك، لكن بالنسبه لناس تانية من ضعاف النفوس لا طبعا. المهم يا عمنا، اوقات بتبقى الهجمه اللي حصلت على تليفونك اللي انت مش حاسس بيها دي اصلا حاجة كده زي لعب الأطفال، حاجة تافهة. يعني ممكن صورة مثلا وانت عشان شخص تافه وبتحب التفاهة تفتح الصورة دي. بعد ما تفتحها ده بيكون توافق ضمني منك أو موافقة ضمنية منك على إن الشخص ده يقدر يتحكم في تليفونك بشكل رسمي كامل بالنيابة عنك بصفة كاملة. من هنا بقى يا عمنا نبدأ الكلام عن حاجة تانية مهمة جدا. الحاجة دي هي الهندسة الاجتماعية. ايه يا عمنا علاقة الهندسة الاجتماعية دي باللي انت بتقوله؟
ما انا عايز اقول لك بقى ان الهندسة الاجتماعية دي هي السلاح اللي بيستخدمه الهاكرز او المخترقين علشان يعرفوا يجيبوك. طب علشان صاحبي ما يقولوش الكلام ده كبير عليا وبتاع، عايز اعرفك ان الهندسة الاجتماعية دي هي اللي بيخدعوك بيها ويخلوك انت بنفسك تفتح لهم الباب. طيب يا عمنا، احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الهندسة الاجتماعية، وايه هي الحيل اللي بيستخدموها علشان خاطر يشتغلوا بالهندسة الاجتماعية. انا هشرح لك ايه هي الهندسة الاجتماعية وايه الحيل اللي بيستخدموها، وهديك كمان امثلة واقعية حصلت بالفعل، وكمان ازاي تحمي نفسك منهم. اول حاجة هقولها لك يعني ايه هندسة اجتماعية. الهندسة الاجتماعية هي فن التلاعب بالبشر علشان يعرفوا يخلوك تاخد قرارات غلط. الهاكرز مش بيحاول يكسر نظام، هو بيحاول يخدع الشخص اللي بيستخدم النظام. بدل ما يهاجم النظام، هو بيهاجم الموظف او المستخدم بتاع النظام. طيب يا سيدي، وايه هي بقى انواع الهندسة الاجتماعية دي؟ انواع الهندسة الاجتماعية دي ليها 5 انواع. اول نوع منها حاجة اسمها التصيد. ده عبارة عن رسالة بريد الكتروني او رسالة SMS بشكل حقيقي، بس هدفه ان يسرق بياناتك. بتبقى موافقة ضمنية منك على ان الشخص ده يستخدم جهازك بالنيابة عنك، وساعتها بيقدر يوصل لكل معلوماتك حرفيا. طب ايه النوع التاني؟ النوع التاني حاجة اسمها التصيد الموجه. والتصيد الموجه ده هو استهداف شخص معين عن طريق جمع معلومات دقيقة عن شخص معين. بيبدأ يجمع كل شيء حوالين شخص معين، وبيجيب الداتا اللي عنده علشان يعرف يهجم عليه ازاي. طيب النوع التالت حاجة اسمها الادعاء. في الادعاء ده بقى المهاجم بيدعي ان جهة رسمية، هو نفسه بيدعي ان هو جهة رسمية علشان يحصل على المعلومات دي. ازاي الكلام ده؟ زي الاشخاص اللي بتتصل بيك مثلا وتقول لك احنا تبع البنك الفلاني وعايزين تحديد لبياناتك، وملينا ارقام فيزا كذا، وملينا مش عارف اسمك وكذا، وعندنا تصحيح بيانات وتحديث بيانات والكلام ده. طب تمام. الحاجة الرابعة الطعم. وده بيقدم لك شيء مغري، مثلا عرض معين لدورات او كورسات على USB سعرها قليل جدا. USB دي مليانة فيروسات او فيروس معين علشان يقدر يجيبك بطريقته. طب النوع الخامس حاجة اسمها التسلل الجسدي، وده نادرا ما بيحصل. يعني التسلل الجسدي ده دخول غير مصرح بيه لمكان عمل معين عن طريق خداع حراس، او يعني الموضوع ده ما بيحصلش بشكل معين. طيب بقى يا سيدي، لو حبينا نتكلم عن امثله واقعيه، عندك مثال واقعي جدا 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 لاختراق تويتر نفسها في 2020. والتويتر دي اخترقت عن طريق خداع موظف الدعم الفني، وساعتها تم ارسال رسائل من تويتر لكبار الشخصيات في العالم من سياسيين ونجوم، لدرجة ان الرئيس التنفيذي لشركة بيت تورنت اسمه جاستن سات اعلن عن مكافأة قدرها $1,000,000 امريكي للي يكشف عن المخترقين، وكمان اضاف انه هيدفع بشكل شخصي للي يقدر يتعقب المتسللين دول ويقدم ادلة يمكن من خلالها نقدر نجيب الناس دي. وكمان في اختراق تاني، اختراق شركة تارجت مثلا، وده في سنة 2013. اجتاح الاختراق ده بيانات شركة تارجت الشهيرة في أمريكا، وده أدى لاختراق عدد هائل من أنظمة ونقاط بيع، وكان معاه أكتر من 40 مليون بطاقة ائتمان وخصم. وبعد 4 سنين في عام 2017 اتوصلت تارجت لتسوية معينة. التسوية دي كانت بقيمة 18.5 مليون دولار، وده ألزمها تعيين مسؤول تنفيذي للإشراف على برنامج شامل لأمن البيانات. ومن النقطة دي بقى نقدر نسأل سؤال: ليه الهندسة الاجتماعية فعالة؟ نقدر نقول الهندسة الاجتماعية فعالة لأنها بتهاجم العامل البشري. البشر بطبعهم بيثقوا، بيخافوا، بيطمعوا، والهاكرز بيستخدموا الكلام ده أو بيستغلوه. لو فكرنا ازاي تحمي نفسك بقى، هقول لك ازاي بالبلدي كده. لما يجي لك رابط من اي جهة او من اي شخص، ما تفتحوش وخلاص، وما تضغطش على اي روابط مشبوهة تجي لك، سواء عن طريق روابط اللي هي ما فيش اكتر منها دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي. تاني حاجة، اي رسالة تجي لك على بريدك افحصها، وافحصها بعناية جدا.
استخدم حاجة اسمها المصادقة الثنائية. ما تشاركش معلوماتك بسهولة مع أي حد، وما تقعدش تنشر عن نفسك انت فين وازاي وامتى وليه. ولو في شك جواك يا سيدي حاول تسأل مختص. وفي النهاية حابب أقول لك إن عالم الأمن السيبراني أكبر ثغرة فيه كانت دايما هي الإنسان. حاول تحمي نفسك، حاول تخليك حذر، وافتكر إن أي حد ممكن يكون هدف. ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وسبسكرايب. ولو عايز تعرف أكتر سايب لك المصادر، ادخل ودور بنفسك هتفهم أكتر. وهنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.